يا الحلقه دي حلقه صعبه، انا متوقع ان انا وايمان برضو هنفضل نتخانق زي ما بنتخانق في كل حلقه، فشكلها حلقه روشه وفيها بنفهم مين اللي المفروض بيطلب مساعده من التاني ومين اللي المفروض ما يطلبش. انا متوقع انها هتكون حلقه لطيفه، الناس بتحب تساعد بعض، اكيد مفيش مره هتطلب من حد مساعده وهيقول لك لا. ولو سالت حد في يوم من الايام انت ممكن تقول لحد طلب منك مساعده ممكن تقول له لا، ما اعتقدش انه دي حاجه ممكن نقف عليها كتير يعني. فانا اتوقع انها ممكن تكون حلقه لذيذه. طلبت منك مساعده قبل كده يا اكس وقلت اسف مش هقدر؟ كتير اكيد. كمان ساعدتي حد قبل كده وندمتي؟ قد ايه سهل انك تطلب من حد مساعده؟ صعب جدا. ليه سهل على الستات تطلب مساعده والرجاله لا؟ النهارده هنتكلم على حلقه جديده من بودكاست اول مره، مش عارف الموضوع والله. يا اكس ايمان ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله والله العظيم وحشين. وانت كمان. طب ايه يعني نبتدي ولا هنبدا؟ هنبدا حلقه النهارده اول مره وبتاع وكده ولا احنا لسه مكملين في نفس البودكاست على فكره، ما خرجناش يعني، ما بعدناش حاجات تانية كتير بره والله. معلش. طيب خش في الموضوع. احنا بنتكلم على حاجه الناس كلها بتتعرض لها كل يوم، بس مفيش حد هيسأل الأسئلة اللي احنا هنسألها دي. اوبا شكله كده موضوع مهم. أول مرة طلبت مساعدة أو طلبت منك مساعدة؟ فعلا الناس كتير بتطلب مساعدة من بعض. النهاردة هنناقش ايه في الموضوع ده يا إيمان؟ احنا هنتكلم على حاجة مهمة جدا، انه في أوقات لما بنطلب مساعدة بنستغرب من رد فعل اللي قدامنا. صح. ما بنبقاش فاهمين ليه ممكن حد أنا بلجأ له محتاجة مساعدته ما يساعدنيش، ليه ممكن يقول لي مش هقدر، توقعات، وليه لو ساعدني ممكن تتأذي. صح. إذا ساعدت شخص لو وقت مش مناسب أو لو في موقف مش مناسب. فالمساعدة على قد ما هي حاجة مهمة جدا وقد إيه بتديك إحساس بالسعادة وانت بتساعد الناس، بس هنتكلم عن الجانب المظلم للمساعدة. في المساعدة لو ساعدت وجت على دماغك زي ما بيقولوا، أو لو طلبت حد مساعدة من حد واترفض وجت على دماغك كمان. دي المشكلة دي والله. اكس هو أصلا الرجالة بتطلب مساعدة؟ اعتقد بيطلبوا من الرجاله يعني. بدأنا جندر discrimination جدا يعني. ما عادي ان الراجل يطلب مساعده من راجل زيه. ما هو السؤال عام يا ايمان، انت بس حددي لي السؤال وحطوا لي في مثال واجاوبك. ايه اكتر 3 حاجات الرجاله بتطلب فيهم مساعده؟ يا برو معاك الكوريك بتاع العربيه كده. معاك الوصله. على فكره احنا كمان بنطلب مساعده من الناس. ماشي، بس هي منطقيا ان احنا لما نطلبها من بعض، لكن انتوا بتطلبوها عشان انت نسيتي تحطي عشان انت ماشيه. مش بس كده، ده بتطلبوا مساعده في دي وانا ماشيه بالعربيه البنزين قطع والكاوتش بتاع العربيه ميه خلص وما معيش استبن، عارفه الحاجات اللي هي بتاعت احنا خلينا متفقين انه احنا كستات بنطلب المساعده في الميكانيكا، في الشغل، وفي العلاقات. عارفه سمعت التليفون على صاحبتي اقول لها حصل معايا موقف معين، قولي لي بسرعه اتصرف ازاي. والله بتقولي لها كده؟ احنا كستات بنطلب من بعض المساعده في كده. وفي الشغل لو في حاجه بيكلميني في الموضوع ده مش صاحبتك. لا انا بحب اكلم الستات صحابي علشان استقي من خبرتهم. طب ممكن بعد اذنك حاجه، لما واحده من صحباتك تكلمك تستقي من خبرتك؟ لا قولي لها ان محمود عنده ساقيه تقدر تستقي منها يعني. لا انا بقول تدخلني جروب انسى ولا بعينك هتعتب الجروب ده. هتعتبه انسى. ماشي. طب ليه صعب نطلب مساعده؟ ما هو انا يعني هو فعلا عليا انا صعب اطلب. ليه تقيله؟ عشان انا ببقى متفاهم ان الناس دي عندها ضغوطات وصعوبات ومشاكل في حياتها، فما يعني خلاص بحل مشاكلي بنفسي بقى. يعني انت متخيل انه شوفي، وانا ما طلبتش مساعده من حد قبل كده وقال لي لا. ليه؟ لان انا عارف اطلب ايه وما اطلبش ايه، وعارف ان لما اطلبها منه عارف انه هيقدر يحققها. فانا وانا بطلب المساعده هي لايت. يعني كانت يعني لازم برضو يبقى في حكمه في الطلب. انا من رايي ان الموضوع بيجي من اللي بيطلب هو لازم هيطلب ايه وهيطلبه ازاي. يعني
طب خلينا نفصفصها اكتر. هي مين دي؟ المساعده دي حسيت ان في فرخه. وندخل في انه لو هنطلب مساعده في الشغل لانه دي على فكره اكتر الحاجات اللي بتخلي ناس تزعل من بعض كتير. لما يلجأوا لحد بيشتغل في مكان وهم عايزين يشتغلوا فيه ويقولوا له اديني رقم المدير او وصلني بالمسؤول او حاول تقول كلمة حلوة في حقي لما يجوا يسألوك عني. وده موضوع بيكون محرج. لما انت جيت تشتغل طلبت مساعدة؟ لا خالص. في شغلي انا ما طلبتش مساعدة من اي حد. كل الاشغال اللي انا اشتغلتها بكل البوزيشنز اللي انا رحتها كلها انا عملتها بنفسي. لا كلمت حد ولا طلبت حاجة من حد ولا رحت قلت لحد زقني هنا ولا اعمل كده. عشان كده انا في فودافون ريجكتد 35 مرة. منهم اتعلمت ازاي تدخل انترفيو تترجك، ازاي تدخل انترفيو تبقى ريجكتد، ومنها برضو اتعلمت ازاي ادخل انترفيو وتنجح. يعني طب انت ما شفتش حواليك ان في ناس لما بتطلب مساعده من حد فجاه بيترقى ويطلع ويبقى مدير؟ كتير حصلت قدام عينيا وكتير وبتحصل. مش محبط؟ لا خالص، بالعكس ده محفز بالنسبه لي. محفز ليه؟ I love it. اعرف ان المكان ده مكان مش المفروض اكمل فيه. دي اول حاجه. تاني حاجه it gives me confidence. بيديني ثقه في نفسي ان اللي انا بعمله ده او ان المكان اللي انا بروحه علشان انا استحقه فعلا. المايند سيت او الانجل او الزاويه اللي الواحد يبص فيها للموضوع ده مختلفه تماما. اوكي. التاني ده ما بيبقاش عنده ثقه في نفسه، بيحس ان هو بقى هناك علشان في حد ساعده فهو مش كفء للمكان، فممكن يضطر يرجع له او يعني مش هيبقى ستيبل. حتى وانت ان الاشخاص دي وانت بتتعاملي معاها في شغلك او بتتعاملي معاها في الحياه بتعرفي ان الاشخاص دي مش كفء او مهزوزه. بيبان عليهم دايما. صح. على طول بيبان عليهم. المساعده في الشغل الناس بتبقى متخيله انها حاجه بسيطه وحاجه سهله وممكن ترشحني وممكن توصل لي السي في بتاعك، بس اللي بيطلب منهم في المكان اللي هم بيشتغلوا فيه ان هم يرشحوا حد، الموضوع بيكون صعب عليهم جدا لانه اسمهم هو اللي بيكون على المحك لما يطلب منه انه يرشح حد. وفي اوقات كتير في ناس بتحطك في موقف لا تحسد عليه عشان حاسس ان هو ما وصلش المكان ده بمجهوده كاملا. يعني يمكن انا فاكره مثال بسيط ليها مثلا بالنسبه لي انا، مش ليه علاقه بالشغل، بس لما جيت اطلع رخصه مثلا فطلبت من عمي انه ممكن يساعدني ان انا اروح اطلع الرخصه على طول من غير ما اعمل الامتحان. فقال لي كلمه واحده فضلت مؤثره فيا جدا. قال لي اذا طلعتي الرخصه بمساعده انت عمرك ما هيكون عندك ثقه انك تعرفي تسوقي كويس. بالظبط. هتفضلي طول الوقت مهزوزه. هتفضلي طول الوقت عندك مشكله. اذا وصلتي لحاجه بمساعده شخص عمرك ما هتحسي بالثقه انك تستحقي الوصول بمجهودك. صح. ممكن يكون مجهودك اكتر على فكره وممكن تكون قدراتك اعلى، بس بعد ما توصل للمكان ده بمساعده شخص مش هتقدر تشوف المجهود الأكبر ولا هتقدر تشوف القدرات الأعلى. ده بالعكس. انت عارفة ان الناس اللي بتترقى او بيحصل لها ان هي تموف لمكان افضل بمساعدة حد ده، انت عارفة ان مين اللي الناس دي بتقف او بتتأخر في ان هي تتطور اكتر؟ عكس اللي طلع بمجهوده. اللي طلع بمجهوده بيبقى عنده ايمان في الماضي. في الماضي؟ يعني I did it before so I can do it in the future. اوكي. فاهمة؟ يعني هو بيبقى عنده إيمان في إنه لما تعب وصل. لأ let's copy what's work. خلينا نكرر اللي اشتغل. ما أنا مش تعبت قبل كده واشتغلت، ده معناه إن أنا أتعب تاني تشتغل تالت. طب إذا طلبت أنت منك مساعدة، جه حد قالك إكس أنا بحلم أشتغل في المكان اللي أنت فيه، برفض فورا. ساعدني. برفض فورا إلا لو الشخص ده كفء أو عنده potential إن هو يشتغل في ده. هو شخص كفء. لكن طبعا بساعده. وجرب كل الطرق من تقديم على وظيفة او من محاولة التواصل مع الناس الموجودة في المكان ومش عارف، وبيقولك ممكن تساعدني. يعني بيدخل كل بروسيس الانترفيو او الفورمال بروسيس اللي المفروض ان هي تكون موجودة او يشتغل بيها عشان تبين الراجل ده او الشخص ده سكيلد ولا لا ان هو يشتغل. لكن يشتغل عشان هو يعرفني او عشان هو صاحبي مستحيل. never. لان ده ما عملتوش انا.
انت ما عملتوش لانك مؤمن بوجهة نظر انه المجهود بيجيب نجاح وبيكبر الشخص. بس في ناس تانية شايفة انها حاولت وتعرف شخص عزيز عليها في المكان ده. في ناس بتعين بمكالمة تليفون، صح. فيمكن لو انت قلت لشخص تاني اسم الموهوب واللي عنده سكيلز واللي يستحق انه يكون موجود في المكان انه ياخد فرصة، هتفرق معاه كتير، هتغير حياته. انا بريكومند ده، ولكن مش بقول ان ده خده او شغله او يشتغل. لو هتضر من ورا المساعدة دي وهو يستحق، هتضر ازاي؟ انك هيتحسب عليك ان انت عرضت اسم ده وده ممكن يأذيك انت في الشغل. مش هعملها اصلا. اوكي. صعب جدا انا يعني ما حصلتش في حياتي قبل كده، وان شاء الله مش هتحصل، لان انا بنتبه جدا لده. لو في حد بيشتغل او اشتغل معايا في اي مكان عمل انا شغال فيه، فده معناه ان هو كفء وعدى الانترفيو بروسيس اللي المفروض يعديها علشان يشتغل في المكان، مش عشان هو صاحبي خالص. الصحوبيه وقت الشغل دي مش مطروحه في المطلق اصلا. ولكن relevancy او تعرف حد او تريكومند شخص، اوكي. دي فكره المساعده في الشغل. اوقات بقى بنطلب المساعده في العلاقات. لو في واحده صاحبتك طلبت منك مساعده في النهايه، عايزه تعرف معلومات عن صاحبها، تساعديها وتدوري معاها على تاريخه او هو عمل ايه او هو بيعمل او هو كفء ليها ولا لا، مش هتعملي كده. مستحيل. ليه يا ماما؟ انت كده بتساعدي صاحبتك. مش انتوا عندكم جروب واتساب؟ لا 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 الا دي تحديدا، لانه انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه اي حاجه انا اعرفها هي ما وصلت لهاش بنفسها. يعني انها تعرف اي معلومات عن شخص، دي مسؤوليتها هي، حتى لو هي طلبت، لانه هي ما بينها وما بين نفسها. وقت ما هتعرف المعلومه هي اللي هتقرر اذا عايزه تكمل او لا. بس لو انا اللي جبت لها المعلومه وقلتها لها، بقى موقفها محرج. صح. اولا بقى في شكل ليها قدامي، وبقى في شكل قدام نفسها. طب انتي ممكن تطلبي من واحده صاحبتك تدور معاكي على تاريخ الشخص اللي انتي بتعرفيه؟ لا، بس يعني بيبقى في مكالمات كده من نوعيه انتي درستي مع الشخص ده في الجامعه، شخصيته عامله ازاي. انا مش هخليها تجيب لي معلومات، بس ممكن اطلب منها انها تشرح لي اكتر عن شخصيته، او اذا في مواقف احتكوا في بعض فيها وكانت في حاجات مثلا ليها علاقه بالريد فلاج اللي اتكلمنا عنه قبل كده. مهم اني اكون عارفاها قبل ما ادخل في العلاقه، او قبل ما اقرر ارتبط بالشخص او لا. اذا في اشخاص مشتركين اكيد هرفع سماعه التليفون وهسال، بس مش هطلب مساعده البنت انها تروح تدور لي على حاجات ليها علاقه بيه وتاريخه بقى والماضي بتاعه. انا ما بطلبش مساعده في العلاقات، بس في بنات كتير بتطلب مساعده في العلاقات، انها تعرف راي واحده صاحبتها في العلاقه اللي هي فيها، او تعرف راي صاحبتها في الشخص اللي هي مرتبطه بيه. وما اعرفش، بس انا ما برتاحش اني اعمل حاجه زي كده. مساعده في العلاقات، موضوع العلاقات ده بقى يعني ما برجحش ان حد يسال فيه حد خالص. يعني موضوع العلاقات ده بالاحساس. انت شوف كده، انت حاسس الشخص اللي انت معاه مستريح ولا لا؟ مستريح كمل، مش مستريح ابعد عن الموضوع. لكن تقعد تسأل بقى وتدخل ناس في مواضيع ناس وتدخل علاقات وكده، مش برجح الموضوع ده تماما. انت طلبت قبل كده مساعدة من بنت؟ يس كتير، بخليهم يطبخوا لي كتير. والله انا ما بعرفش اطبخ. المساعدة ده ان ايه؟ ان اطلب منها تعمل لي حاجة انا ما بعرفش اعملها. انا ما بعرفش اعمل سندوتشات، ما بعرفش اطبخ، بخليهم يطبخوا لي ويدوقوني اكلهم. يس، وبيعملوا ده كويس جدا، وبشكرهم جدا على مساعدتهم ليا في دي مساعده يا اكس. ما هو بالنسبه لك انت تبان مش مساعده، بس انا لما تعرفي واحد ما بيعرفش يعمل المحشي ويبقى فيه قدامه واحده بتعرف تعمل محشي، او واحده بتعرف تطبخ قدامه، فعلا مساعده كبيره. عشان كده مش بيقول لك قلب الراجل بطنه، ولا قلب الراجل اسمه ايه المثال ده؟ طب ممكن تقولي على مرة انت ساعدت فيها حد والموقف ده علم معاك؟ يس، كان في واحد صاحبي معايا في مصر، كان مسافر على الطريق والعربية اتقلبت بيه، واول حد كلمني هو انا،
وكان بيبعد عني مسافه 100 كيلو، جريت بالعربيه ورحت الحقه. فالموقف ده مش قادر انساه، لان انا رحت لقيته نايم جنب العربيه وعربيته مقلوبه. فعمري مش ما هنسى وبتاع 4-5 عربيات تانيين مقلوبين. وفرقت معاك ان هو ما فكرش يكلم اي حد تاني غيرك؟ طبعًا انت طبعا فرقت معايا كتير. ده واحد من اصدقائي اللي في عشره ما بيني وما بينهم اكتر بقى من 20 سنه ولا حاجه. فيعني مش قادر انسى الموقف ده يعني. فهو صاحبي او صديق ليا عزيز 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 لدرجه ان حرفيا المسافه دي المفروض بتتراح في ساعه مثلا ولا حاجه. انا ممكن اكون خدتها في 3 ساعه ولا حاجه من لحظه والمكالمه دي جت للساعه 4 الصبح. انت ما كنتش شايف قدامك؟ انا كنت نايم. انا صحيت من النوم ووصلت له في 3 ساعه. مش عارف ده عملته ازاي بقى. يس فكر ان ده حصل. يعني ساعدتي حد قبل كده وفرقت معاكي؟ حصلت معايا وعلمت فيا جدا انه لما ساعدت الشخص في حاجات معينة فضل فاكرها ليا بعد ما عدت 10 سنين وتقابلنا تاني، وانا كنت خلاص نسيت الموقف اللي احنا ساعدنا بعض فيه، اللي انا ساعدته فيه، وبعديها ورجع شكرني عليه. قال لي انه الطريقة اللي اتصرفت بيها مع الموضوع، اولا في نقطة مهمة جدا، لما الشخص بيطلب مني مساعدة او منك مساعدة، هو مش معناها انه هو ما عندوش حد، هو معناها انه انت حد مميز عنده وحد مهم لدرجة انه ما بين كل الناس يختارك انت عشان يطلب منك المساعدة. صح. فده مش معناه، لانه في ناس كتير اول ما بيرفع حد سماعة التليفون عليها وبيطلب منها مساعدة بترد بطريقة محرجة وبترد بطريقة اوقات ما بتردش خالص وما بتردش خالص. صعب قوي. بس تعرف انه في حد ساب الشغل يتصل بيها تبطل ترد عليه، خلاص ما هو ما بقاش في الشغل معانا، وكأن العلاقة كانت مصلحة. يمكن للأسف علاقات كتير بتتحول لمصلحة. مشكلة. والناس بتفتكر انه الحياة هتقف هنا. هتقف عند اول موقف انا طلبت مساعدتك فيه، انت كنت اقوى، كنت اقدر انك تساعدني فيه وما ساعدتنيش. بس الحياة بتلف. ده حقيقي. وتحديدا الاشخاص اللي الناس بتمتنع عن مساعدتهم بيرجعوا يتقابلوا تاني في نفس الطريق. دايرة. لانه في تمن بيدفع. انت لما بتساعد الناس بتساعد نفسك، وده حصلت معايا. مش جملة كليشيه، انا في حاجات اتعلمتها وانا بساعد الناس وغيرت في حياتي 180 درجة. كتير. ولو ما كنتش هساعدهم عمري ما كنت هتعلم الحاجات دي. صح. كتير. حد بيجي يسألني على معلومة انا ما اعرفهاش، على ابسط حاجة، على معلومة بيسألك سؤال، اعرف ان السؤال ده جاي لك انت مش جاي له هو، لانه في طاقة من طاقات الكون انت اتسألت السؤال ده علشان انت محتاج تعرف حاجة معينة، انت محتاج تتعلم حاجة معينة، او انت محتاج هتحصل حاجة وهتستدعي المعلومة دي. واللي انا متأكدة منه انه مفيش حد بيتفرج علينا او بيسمعنا ما حصلتش معاه حاجة زي كده. ما حصلتش معاه انه في يوم من الايام وقف على جنب، كان في حد عربيته عطلانة، وقف وساعده، واكتشف انه بعد 10 دقايق كان في حادثة على الطريق. وانه هو لو كان مكمل على طريقه كان ممكن يكون هو اللي في الحادثة. مفيش حد ابدا ساعد حد في معلومة في الشغل وما تقابلوش تاني بعد 10 سنين، ولقى نفس الشخص اللي ساعده في المكان التاني وبمنصب اعلى بيساعده التاني وبيمد له ايده يقول له بيرد له بالظبط. لو حد طلب منك مساعدة ايمان وعايز مبلغ مالي شوية كبير هتدي له؟ حصلت معايا قبل كده وديت. يعني ندمتي؟ ندمت لانه اتعلمت انه اذا انت هتقرر انك تساعد حد في الفلوس فمن جواك لازم تبقى عندك تصالح مع فكرة من الاتنين. الفكرة الاولى انك مش هتشوف الفلوس دي تاني، صح، مش هتاخدها. الفكرة التانية انه ممكن تخسر الشخص وانت بتاخد المبلغ ده. ليه؟ لانه بعض الناس لما بتيجي تطلب منك الفلوس تبقى شايفة انه انت اصلا وضعك المادي مرتاح، فانت مش محتاج. صح. فلما هتيجي تطلب منه الرقم ده هيقول ازاي بيطلب مني؟ يعني خلي عندك دم. صح. هو انا لو حد عندي من الناس بتفكر بالمنتاليتي دي
انا مش هسلفه اصلا. انت المشكله انك ما بتكتشفش ده في الاول. انت بتكتشف ده بعد وقت، او يمكن بتحصل مع الناس اللي زيي ان هم بيكتشفوا ده بعد وقت. انا مره واحده كانت طلبت مني فلوس و يعني اقدر اقول لك ان هي اختفت والفلوس اختفت. واو. وما شفتش البنت دي تاني، ومن غير انا اصلا ما اسال. هي فجأة بدأت تبعت لي صور من محاكم ومن قضايا مرفوع عليها، وكل ما تشوفني بعد اللحظة دي كل اللي بتحاول توصله لي انه قد ايه وضعها المادي سيء. لانه هي كانت خايفة انه انا ارجع اطلب المبلغ ده. ففي نقطتين بقى اتعلمتهم من الدرس ده. ايه بقى؟ مهم جدا ان احنا نساعد ماديا، لانه هيجي علينا الوقت اللي ممكن نضطر فيه ان احنا نطلب المساعدة المادية. بس لما الواحد يطلب مساعدة او لما الواحد يساعد لازم يبقى فيه اتفاق بشكل واضح وصريح. اللي بيساعد اللي قدامه لازم يقوله انا هحتاج المبلغ ده بعد شهر، بعد 2، او انا مش مستعجل عليه. صح. ولو قلت انك مش مستعجل عليه لما تيجي تطلبه ما تحشرش اللي قدامك انه لازم يدفعه وقت ما انت عايز. صح، لانك وعدته انك مش مستعجل عليه او قلت له انك مش مستعجل عليه، فما ينفعش فجأة تبقى مستعجل عليه. دي اهم نقطة لازم تحصل في حالة المساعدة المادية. مظبوط. انه يكون في اتفاق ما بين الاثنين. ولما الواحد يطلب من الشخص اللي قدامه بقى مساعدة، لو انا هطلب من اللي قدامي مساعدة مادية انا لازم اقول له انا امتى اقدر ارجع المبلغ ده. مظبوط. ودي حاجة مهمة جدا جدا، لانه مش معنى انه هو ساعدني اني افترض انه هو عنده فائض او وفرة. لا، احترم ان الشخص ده وقف جنبي وان الشخص ده سندني واني ملزمة اني ارد الرقم ده باسرع وقت يمكن. صح. لانه ده اللي هيكون توقعه. فاذا انا مش هكون قادرة اني ارده في اسرع وقت يمكن، لازم اقول له انا مش هرده قبل شهر او 2، او اديله شكل واضح اكتر انا امتى مستنية فلوس هتجيلي فهسدد لك منها. اذا انا مش قادرة اعمل ده ومش قادرة احدد ده، لازم من الاول اكون واضحة وصريحة. صح. لازم اقول بمنتهى الصراحة للي قدامي انا هحتاج منك المبلغ ده ومش عارفة انا هقدر اسده امتى. عندك المقدرة ان انت تديهوني او لا؟ مظبوط. وانا من جوايا مش هخسر اكس لو قال لي لا. ودي حاجة مهمة جدا، لانه في ناس بتتخيل او للأسف في علاقات بتبوظ لما يجي شخص يطلب منك مبلغ مادي وتقول له انا اسف مش هقدر، ففجأة العلاقة تتوتر وانت مش فاهم هي ليه العلاقة توترت. صح. يعني هل العلاقة ما بيننا كانت واقفة بس على رقم مادي؟ ما هو المثل بيقولك تعرف شخص عشرته في الفلوس، لا يبقى ما تعرفوش. لو جه حد سألك ويمكن علشان في مساحة أكبر إنه الشباب يسندوا على بعض ويقولوا لبعض ممكن تسلفني مبلغ معين، ممكن تديني الرقم ده، هتعمل إيه؟ لو إيه اللي حصل؟ لو جه قالك أنا محتاج المبلغ ده ضروري جدا يا إكس ولو سمحت أنا محتاجك تساعدني، هديهوله بغض النظر درجة قربي من الشخص. مفيش مشكلة، هديله الفلوس، ولكن وانا بديله الفلوس ببقى عارف ان هي مش هترجع. طب ممكن لو قريب منك تتحرج؟ اتحرج ليه؟ ده بالعكس، ده لو قريب مني هديها له من غير وهاجي على نفسي عشان اوكي. هو ده اللي انا كنت يعني لا طبعا هو خدي بالك بقى ان بالنسبه لي درجه القرب دي مهمه، لان انا زي ما قلت قبل كده ان درجه القرب ما بيني وما بين شخص ينفع يبقى صاحبي هو لازم يعدي رقم زي 15 سنة. فهو في المنطقة دي انت المنطقة دي هو بقى هو انا فاهمة يعني انا ممكن الوم نفسي ان انا وصل لمرحلة انه محتاج وانا ما اعرفش. فاهمة وصل لدرجة ايه؟ لان يعني المفروض اكون عارف انه محتاج واساعده قبل ما يطلب اصلا. عشرة صداقة يعني. عشان كده بقولك الناس دي مش عندي منها كتير في صحابي، فهم قليلين ولكن quality friends. وبالتالي دول بقى يعني مهما كانت الحاجة مش هفكر أصلا يعني فاهمة، كأنهم جزء من عيلتي. ليه طلب المساعدة عندك تقيل؟ لأنه أنا طول الوقت بقول لنفسي إذا في حاجة حد قدامي يقدر يعملها أنا ليه ما أعملهاش؟ فبيتقل عليا قوي إحساس أني أطلب مساعدة. ده رقم 1. الرقم 2 أنا ما أعرفش الظروف اللي قدامي، فأنا ما أقدرش أبدا أضغط على شخص وخاصة لو قريب مني اني اطلب منه مساعدة ويكون مضطر انه يعملها او يتحرج انه يقول لي لا. صح، تقيلة. فباجي على نفسي واقول لنفسي اتصرفي مع الموقف تحت اي ظرف من الظروف انت اتحطيتي فيه. اكيد في حكمة،
اكيد في سبب من ورا انك اتحطيتي في موقف زي ده، اتصرفي. صح. طب وانت اكس ليه صعب تطلب مساعده؟ لا انا بطلب مساعده عادي، بس بطلب المساعده وانا بطلبها عارف ان هي هتتعمل. يعني بتطلبها من الشخص الصح. بالظبط، الشخص الصح، وببقى متاكد كمان من ظروفه وما بطلبهاش دلع. طب مره طلبت مساعده وحد قال لك ونادرا لما المساعده دي بتكون في الفلوس، يعني نادرا مش بطلب فلوس، انا بطلب مين اللي بتكون ادفايسز. يعني انا مره رحت للسي او قلت له انا محتاج افهم ده بيتعمل ازاي. القيمه والفاليو اللي هو ضافه لي لما ساعدني واداني المعلومه دي بالنسبه لي، يعني لا تتخيلي كميه الفرحه اللي انا كنت فيها وقت لما هو جاوبني، او لما فضلي وقته، لان هو سي او هو ما عندوش وقت ومش فاضي، فضلي وقته وقعد معايا وشرح لي. فانا كنت عارف انه هيوافق، وطلبتها في وقت مناسب، فما قاليش لا. فدايما مهم جدا لما نيجي نطلب مساعده من حد نكون عارفين، ما نبقاش بنطلب وخلاص. صح. لانك بتحرج نفسك وبتحرج اللي قدامك انه يقول لك لا. فمهم جدا تختار الوقت المناسب اللي تطلب فيه المساعده. صح. انا متفقه معاك. مره طلبت مساعده من حد قبل كده وقال لك لا؟ نيفر، ما حصلتش ابدا. لانك بتعرف تختار، لاني بعرف اختار الوقت وبعرف اختار الناس. ما حصلتش اني طلبت مساعده من حد ورفضها. حصلت مره من ابويا، بس انا فهم هو كان بيعمل كده ليه. هو كان بيعمل كده عشان يربيني، او عشان يعلمني، او عشان يمرني، او عشان يفهمني ان لما ده يحصل بعد كده انت تتصرف. ده مش معناه ان هو ما كانش قادر يساعدني، هو كان قادر، بس هو كان اختار ان ده يحصل. فانا فاكرها، وبعد ما مات انا فاكر العبرة منها، فمش يعني مش زعلان. خلصت الحلقة التقيلة لأنه موضوع المساعدة ده هو موضوع حساس جدا جدا جدا. أنا الحلقة كنت متخيلة أنها هتكون سهلة وهتكون بسيطة إن احنا نعرف نتكلم فيها، بس احنا وقفنا كتير عشان الكلام اللي احنا بنقوله مش احنا مش عارفين نقوله ازاي، بس هو كلام مبني على تجارب كتير، ومبني على أحداث كتير حصلت في حياتنا بنسترجعها عشان نقولها. فهي كانت حلقة تقيلة عليا، على عكس ما توقعت تماما. الحلقة قلبت شوية مظلمة. كنت فاكرها هتبقى حلقة فاني وهنقعد نضحك فيها أنا وإيمان، ولكن ما طلعتش كل الحلقة كده. لا، فيها كلام عميق وطلعت حلقة تقيلة. والغريب ان انا وإيمان ما اتخانقناش خالص. بس انا بصراحة استفدت لما انت اتكلمت عن النقطة المهمة اللي ممكن تساعدني انا وتساعد ناس كتير بيحسوا زيي، بانه اني اطلب مساعدة حاجة تقيلة، اني اختار الشخص المناسب اللي اقدر اطلب منه المساعدة، واختار التوقيت كمان صح. المناسب اللي اطلب فيه المساعدة. وربنا ما يحوج حد لان هو يطلب من حد مساعده ابدا. كده يعني بنشحت احنا كده بنشحت يعني ولو حد معاه فلوس ربنا ما يحوجك يا ابن الدقيقه. لو حد يعني الناس اللي بتتفرج علينا يقدر يساعدنا بقى. احنا بما ان احنا دلوقتي بقينا متصالحين مع فكره المساعده، جه الوقت اللي نطلب فيه مساعده من الناس، علشان لما هتساعدونا هنساعدكم. انت عارفه ان انا كنت بتكسف اطلب من الناس تعمل سبسكرايب وفولو ولايك. يا راجل معقول؟ ده انا سامعه ان الجمهور بتاعنا ده مساعد جدا وخدوم وبيدي لايكات وسبسكرايب وبيدي قلوب. والله في قلوب وبتاع وبيدي كومنتس. لا حرام عليك. لا ما تقولش كده. تعملوا لنا سبسكرايب بقى. احنا عايزين كمان جمهورنا يقول لنا اذا مره في وقت من الاوقات طلبوا مساعده من حد واثرت فيهم، توافق عليها ولا اترفضت، واذا كانوا ما بيعرفوش يطلبوا مساعده زيي ازاي قدروا ان هم يطلبوا مساعده صح زيه. ودي حلقة دبلوماسية جدا جدا. أنا متغيرة فيها قوي بس لأنه الموضوع بالنسبة لي بصراحة ديب. شكرا يا إكس بصراحة. شكرا جدا يعني. أنا مبسوط مش بس إن إحنا اتكلمنا على المساعدة، مبسوط إن أنا شفتك يا فندم والله. خلاص أنا أحرجت يعني. يعني كفاية النهاردة لابسة أصفر يعني بالظبط، لابسة لون براق مشرق يعني. أوكي، ميرسي يا إكس. ميرسي يا إيمان. باي.